تبدأ الحلقة مع أمان يفقد الوعي، وروشني تحاول أن تفيقه ولكن لا يستيقظ، وروشني تصرخ وتنادي على الجميع، وتأتي الجدة وتسألها ماذا حدث، فتقول لها روشني أنها لا تعلم ماذا حدث له بعد أن أكل السلطة، فتذهب الجدة وتفحص السلطة، فتخبرها أن هذه السلطة بها نوع من الملح، وهذا النوع الجن لا يستطيع تناوله، فتقول لها روشني أن أمان هو من جلب لها هذه السلطة، وكان يجب أن يعرف هذا، وتسأل الجدة ماذا تفعل، فتقول لروشني ألا تقلق، وتخبرها أن أمان سيتحسن بعد قليل، وريحان يضرب الرجال ويهرب، ويأتي ليمسك شيري فتوبخه، وتخبره ألا يقترب منها، وتجلس على الأرض وتبكي، ثم تفقد الوعي، وريحان ينظر لها وهو حزين، وروشني أيضا مع أمان وتبكي، ثم يفيق أمان، وروشني تخبره أنها كانت خائفة عليه كثيرا، فيقول لها أمان أنه بخير ويهدئها، ويخبر روشني أنه من عليه الاعتناء بها، ثم يذهب أمان ليجلب لها شيء، فتبكي روشني وتقول أنها وعدت الجن بإعطائه طفلها الأول، وأمان سعيد ومتحمس للطفل، وتتساءل ماذا عليها أن تفعل، وريحان يتلقى مكالمة ويقول أن شيري بخير الآن وسيأخذها إلى المنزل، وريحان يغطي شيري بمعطفه ويعتذر منها على ما فعله، وروشني تذهب لتابيزي وتخبرها أن أمان سعيد جدا بحملها، وهي لا يمكنها أن تخطف منه سعادته، وتطلب من تابيزي أن تجد لها حلا لكي لا تعطي للجن طفلها، فتبحث تابيزي عن حل ولا تجد، وتخبر روشني أنها إن لم تعطي الطفل للجن وقتها سيقتل أمان، وروشني تبكي، وتابيزي تخبرها أنها تستطيع أن تحمي الطفل إن خفت عن الجن خبر حملها، لأنه إن لم يعلم أنها حامل فلن يأخذ الطفل، فتسألها روشني ماذا تفعل، وتخبرها أنها ستفعل أي شيء لكي تنقذ زوجها وطفلها، وتابيزي تفعل السحر وتجلب رباط أسود، وتقول لروشني أننا يمكننا خداع الجن بهذه الطريقة عندما ننقل الطفل إلى رحم فتاة أخرى، وتقول لروشني لأنها أيانة فيمكن فعل ذلك عن طريق السحر، وروشني تسألها لكن من سيساعدهم، ومن هي الفتاة التي ستوافق على أن تحتفظ بحملها، وشيري تستيقظ وتجد معطف ريحان عليها، فتلقيه بعيدا وتغضب ثم تغادر، وريحان ينتظرها بالخارج ويراها وهي راحلة، فيوقفها ويعتذر منها، ولكن شيري تخبره ألا يتحدث معها، وتقول له إن كانت أختك أو زوجة أخيك كنت سترسلها لهذا المكان بمفردها، وتقول له أنها تعرف لماذا فعل هذا معها، لأنها فقيرة وليس لديها المال، وشيري تقول لريحان أنها فقط كانت تريد المال من أجل عملية أخيها، وريحان يخبرها أنه لم يكن يعرف أن هذا سيحدث، لكن شيري تقول له أنه المسؤول عن هذا، وتأتي لتذهب، لكن قدمها تتأذى، فينظر لها ريحان بحزن، وشيري ترحل، وبعد قليل يعود ريحان للمنزل ويتذكر كلام شيري، ويجد أخته ماهرة أتت للمنزل، فيفرح ويعانقها وتهنئه لأنه سيخطب، فيقول لها ريحان أنه يفعل هذا فقط من أجل أن يعود فرحان، وروشني في الطريق وتتذكر كلام تابيزي عندما أخبرتها أن عليها أن تنقل طفلها لرحم فتاة أخرى لكي تحميه من الجن، وتابيزي تتصل بروشني وتخبرها أنها وجدت الفتاة التي ستساعدهم، وتخبر روشني أن عليها أن تأتي لها، لأن عليهم فعل هذا الآن قبل ظهور القمر، وإلا فلن يستطيعوا القيام بذلك، وروشني تطلب من السائق أن يعود، لكن تأتي الشرطة وتوقف السيارة، وروشني تنصدم وتتساءل ماذا يحدث، وشيري تتناول الحلوى وهي متضايقة، وتقول أن عليها أن تجعل ريحان يوقع على أوراق بأنها هي من تركت العمل لكي تتمكن من الحصول على وظيفة أخرى، وتفكر في أن تذهب لريحان، وتقول أن ريحان يوقع على العديد من الأوراق في الساعة 4:05، وتفكر أن تذهب وتضع الاستمارة وتجعله يوقع عليها دون أن يعلم، وتذهب شيري له، وروشني تعود مع الشرطة إلى المنزل وتجد أمان، فتذهب له وتسأله إذا كان بخير، فيقول لها أمان أنه اتصل بالشرطة حتى يجدها لأنها لم ترد على مكالماته، وحفلة الخطبة ستبدأ بعد ساعتين، ويخبر روشني أنه يتوتر عندما يتعلق الأمر بها وبطفله، ويخبر روشني أن عليهم أن يجهزوا، لكن روشني تفكر كيف ستذهب لتابيزي، وناتاشا تتخيل أنها قامت بتلبيس ريحان الخاتم وحبسته في الزجاجة، وناتاشا تقول أن اليوم ستحبس ريحان وستنقذ العائلة منه، وشيري لا تجد ريحان في المكتب، فتذهب له في المنزل وتجد المنزل مزين،
وتتساءل عما يحدث. وتابيزي تجلب الفتاة للمنزل وتقول لروشني لأنها لم تتمكن من الخروج من المنزل، ولهذا هي أتت لها لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ طفلها، وروشني تشكرها لأنها تساعدهم دائما. وتابيزي تطلب من روشني أن تفكر مجددا قبل أن تفعل هذا. وشيري تذهب لغرفة ريحان ثم تضع الاستمارة بين الأوراق في الملف وتختبئ، وريحان يأتي ويوقع على جميع الأوراق ويوقع على استمارة شيري فتفرح. وريحان يفكر في شيري ويقول في نفسه أنه بمجرد أن تنتهي الخطبة فسيذهب ويعتذر من شيري على ما حدث. وأمال لا يجد روشني فيخبر الجد أنه سيذهب ليجلبها، وروشني توافق على نقل طفلها لرحم الفتاة لأن هذا الحل الوحيد لكي لا يأخذ الجن الطفل. وريحان يذهب من الغرفة وشيري تأخذ الاستمارة وتجده وقع عليها فتفرح وترقص، فيقع منها الحلق على الأرض، وريحان يأتي فتختبئ شيري. وريحان يجد الحلق ويعلم أنه لشيري، وأخته ماهرة تأتي وتفكر أن هذا الحلق للفتاة التي سيخطبها. وتابيزي تجلب الخيط الأسود وتخبر روشني أنها ستربط هذا الخيط بيدها هي والفتاة، لكن لا يجب أن ينقطع لأن هذا سيكون خطر عليها وعلى الطفل، فتوافق روشني. وتابيزي تقول لروشني أنهم سيكملوا ما يفعلوه عندما يتحول لون الخيط للون الأحمر. وأمان يفتح الباب فتنصدم روشني وتختبئ تابيزي والفتاة خلف الباب، وتتحدث روشني مع أمان، وأمان يسألها لماذا لم تجهز حتى الآن، وروشني تخلق الأعذار وتخبر أمان أنها ستجهز وتأتي، وأمان يخبرها أنه سيساعدها لكنها ترفض وتخبره أن يظل هو مع ريحان لأنه يحتاجه، فيوافق أمان ويذهب. وروشني تغلق الباب وتسأل تابيزي ماذا سيفعل الآن، وتخبرها أن أمان سيأتي بعد قليل ليأخذها عندما تجهز. وشيري تقول أن عليها المغادرة قبل أن يراها ريحان وتأتي لتذهب، لكن ماهرة تراها وتجد أن حلقها مفقود، وتتذكر عندما كان مع ريحان وتفكر أنها العروس وتريد أن تأخذها من أجل أن تجهزها، ولكن تأتي ناتاشا وتخبر ماهرة أن تأتي لمساعدتها، وماهرة تعتذر من شيري وشيري تذهب. وريحان يتحدث مع أمان، وماهرة تجهز ناتاشا، لكن ناتاشا تسخر من الأساور التي تلبسها لها ماهرة لأنها قديمة، فتقول لها ماهرة أن جدتها من أخبرتها أن عليها أن ترتدي هذه الأساور، وماهرة تتضايق من أسلوبها. وريحان يسأل أمان هل سيأتي فرحان، وينظر ريحان ويرى شيري ويقول شيري ويذهب ليراها، ويقول ريحان أن عليه أن يتحدث مع شيري ويعتذر منها ويبحث عنها ولا يجدها. وشيري لا تجد الاستمارة بيدها وتتساءل أين وقعت منها وتبحث عنها، وترى ريحان وتختبئ منه لكي لا يراها. وريحان يفكر أنه كان يتخيل ويقول لماذا اعتقدت أنها هنا. فهل سيعرف أمان بما تفعله روشني؟ وهل ستنقل روشني جنينها حقا لهذه الفتاة؟ لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتحطوا لايك للفيديو علشان أنزل باقي الحلقات.